الكبرى. لا يحتاج المدرب إلى تحفيز وإلى الشغل والعمل على ذهنية اللاعب باعتبار اللاعب جاهز لمواجهات هذه الفرق الكبرى. كرة خطيرة برشا ولكن يتصدى اللاعب مارلون تمشي كرة عن طريق انيستا خطيرة، يهرب البيستوليرو لويس ونيمار جول 1-0 للبارسا. برشلونة يرد على الريال يقول انا ما زلت طامع في الدوري لم ينتهي بعد. البارسا يتقدم بالهدف السابع عشر في الموسم، رقم 11 في الليغا لرقم 11 الكتالوني. اللاعب نيمار جونيور. 1 برشلونة 0 لاس بالماس عن طريق نيمار. كان الامضاء والاوتوغراف. هنا الباس تاع انيستا باس والأروع، خرج البيستوليرو. المسدس لم يطلق ولم يكن أناني، عمل على الجماعية، ركز على الأداء الجماعي، حط كرة لرفيقه وصديقه في لمسان. ونيمار كرة سهلة، لعبة أسهل، حتى لعبة عيال في الشباك ليتقدم كبار برشلونة بأولى الأهداف. 1 برشلونة لا شيء نادي لاس بالماس، ليس لاس ولا في ملعب لاس بالماس. 1 البارسا 0 لاس بالماس في الفوز رقم 100 للويس إنريكي كمدرب في الليغا. يمشي كرة نيمار يعطي باس، فرصة الهدف الثاني، يمشي بالكرة لويس والهدف الثاني. أنا ما أقول لكم سيأتي الثاني والثالث والرابع. 2-0 للبارسا. برشلونة ينهيها، هدفه رقم 50 خارج الديار في موسم استثنائي في هذا الصعيد. لويس يسجل الهدف 104 للمسان وهدف جديد في الدوري وبالليغا. البارسا ينهيها. الآن الأذهان في البرنابيو يتساءلون عن نتيجة الريال، ماذا فعل الريال وما هو سكور الريال. أنا نقول أن البارسا 2 والريال 2 والحسم سيتأجل بعد يومين إلى انتقال صعب للريال مدريد في ملعب واستاد السيلتا دي فيغو. في السيلتا يكون الدوري أو لا يكون للأبيض الملكي أم للبلاوغرانا الكتالوني. إذا 2-0 في كل استاد في أقل من نصف ساعة. إصرار الفريقين كبير، إصرار الريال بالاقتراب وإصرار البارسا على عدم مفارقة حلم الليغا. نيمار باس لميسي ولكن الدفاع متفتن وتعكس الهجمة المرتدة السريعة. كرة يمشي فيها اللاعب مومو لفريق لاس بالماس. مومو حط الكرة خطيرة كيفن بروس والهدف الأول للاس بالماس. للاس بالماس. البارسا استسهل كثير المباراة وطمن كثير المباراة، والمباراة تفتح من جديد عن طريق بيدرو بيغاس يسجل الهدف الأول. وفرحة هذا الولد، هذا الطفل المشجع للاس بالماس. إذا برشلونة 2 لاس بالماس 1. في نفس التوقيت الريال يتقدم نفس السكور على اشبيليا. هجمة مرتدة سريعة، الفريق ما عملش الارتداد الدفاعي بشكل ممتاز، اللاعبين تعثروا وتأثروا وتأخروا في العودة الدفاعية. كرة ممتازة ثنائية، يلعب خيسي لكيفن برانس لبيغاس وبيغاس جول. هذه المرة لم يتمكن من صدها تار شتاغل. إذا كرة 2-1 للبارسا. 2-1 للبارسا، ممكن هدف يعطي حيويه المباراه. لاس بالماس يطمع، البارسا سيرجع كره ضيعه ولكن ترجع من جديد حائره ومحتاره في الاخير. لبرشلونه عن طريق راكيتيتش يلعب ليونيل ميسي، يمشي ليو، يهرب ميسي يدخل يزيد في الكره. كره من نيمار يدخل فرصه الهدف الثالث. شوط ما شاتش مش ممكن ضيع محاولة قريبة وخطيرة لقتل المباراة نهائيا. برشلونة بيتيس أتلتيكو مدريد والتعادل إيجابي، هدف في كل شبكة. ترجع الكرة عرضية وكرة خطيرة والهدف الثالث لبرشلونة. البارسا ينهيها. مش كلام، فما فوارق، فما استرخاء وفما توقف عن اللعب بعد الهدف الثاني، ولكن هدف بيغاس قلت لك الفائده نتاعو انه باش يحرك برشلونه، حرك سواكن الكتالوني. هو نيمار يسجل هدفه الثاني عشر في السيزون وهدفه في الليغا.
وهدف هذا رقم 105 اللمسان، المثلث الرهيب للهجوم الكتالوني لبرشلونة. إذا 3 بارسا 1 لاس بالماس. هذه كرة هدف من راكيتيتش فماش تسلل، مشات المتابعة بالراس، لويس سواريز ما لمسهاش، ونيمار براسية يسجل هدف. وهذا على فكرة الهدف العاشر اللي سجله برشلونة بالهاد بالراس في موسم 2016-2017. هذه حكاية الدوري. هذا إصرار هنا، ممكن دفاع لاس بالماس يطالب بخطأ، ولكن في رأيي سليم. جوردي ممتاز من اليسار، جوردي والهجمة والهدف الرابع، فرصة الهدف الرابع، نيمار والرابع، نيمار والرابع، نيمار جونيور، السينيور، السامبا دي جانيرو. 3 أهداف، هاتريك لنيمار جونيور. نيمار دا سيلفا ثلاثية، هو رجل مباراة، هو في رأيي رجل نهاية الموسم نيمار مع ميسي. 4-1 لبرشلونة، 4-1 لبرشلونة. ورسميا 112 جول في اتاك برشلونة موسم 2016-2017، يعادل بها رقم الموسم الماضي 112 هدف لخزان الدوري مع المدرب لويس انريكي. جملة من الأرقام القياسية اليوم في عودة انريكي بالنسبة للويس. كرة ممتازة خرجت باقتناص من جوردي ألبا، مجهود بدني يذكر فيشكر، باس وتمرير تذكر فتشكر، ثم هدف في كرة ملعوبة تذكر فتشكر من نيمار الذي يذكر فيشكر. 4 للبارسا 1 للاس بالماس. كيسالة برشا، ثم فوارق واضحة، 4 و5 مضمونة. البارسا السؤال، التخمين، الاستفهام هو خاصة التعجب أن البارسا 4 بأقل مجهود.